بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقه جديده. ما تنسوش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مفاجاه ساره لجماهير النادي الاهلي، مباراه الاهلي وشبيبه القبائل باذن الله يوم السبت هيكون في حدود 70,000 متفرج. المدرجات تبقى مليانه، اول مباراه في دوري ابطال افريقيا، مباراه على ارضك، فانت مطالب باذن الله بالفوز بالثلاث نقط وتقديم اداء اللي هو تعرف افريقيا. النادي الاهلي جاي ينافس على البطولة السنة دي بإذن الله. بكرة بإذن الله عندنا قائمة النادي الأهلي. مين موجود؟ هل إمام عاشور هيشارك؟ طب هل زيزو هيشارك؟ طب تريزيجيه رجع من الإصابة ولا لأ؟ طب ياسين مرعي أخباره إيه؟ طب أشرف داري انضم للقائمة ولا لأ؟ وهنقول لكم برضو تشكيل شبيبة القبائل، أبرز النجوم، المدير الفني، خطة اللعب، كل ده إن شاء الله انتظرونا في حلقة بكرة. نروح بقى بسرعة لكابتن سيد عبد الحفيظ وخطة المهاجم والصفقة القادمة بإذن الله تعالى. مهاجم النادي الأهلي بيتكلموا في إبراهيم دياباتي وفي روبي يور. الاتنين لعيبة دول الأهلي قلقان إن هو يتعاقد مع أي مهاجم في الفترة اللي احنا فيها دي ويجي ما يثبتش نفسه. فكابتن سيد قال احنا ممكن نطلب لاعب من اللعيبة دي استعارة بنية الشراء، ان احنا نستعير اللاعب بنية ان احنا نشتريه في حالة ان هو ثبت نفسه وادى اداء كويس مع النادي الاهلي. طيب فدي الخطة اللي عاملها كابتن سيد عبد الحفيظ. طيب بالنسبة للراحلين من النادي الاهلي، انا كنت قلت لكم الحلقة اللي فاتت ان اشرف داري يستروب اعجب بيه جدا في تمرين النادي الاهلي، ولكن هو لسه عايز يطمن الاول على حالته الصحيه. ولكن اشرف داري تواصل مع يستروب وطلب منه المشاركه اساسي مع النادي الاهلي علشان يقدر ينضم لمنتخب المغرب في كأس الامم الافريقيه، وبالتالي المدرب يتفرج بقى عليه مع منتخب المغرب ويقول اذا كان هيكمل مع الاهلي ولا يجيله عرض. انا شايف ان في الحالتين اشرف داري لو سليم هو مهم جدا انه يشارك. ليه؟ سواء هيكمل معانا او مش هيكمل معانا، فمجرد مشاركته انت ممكن تسوقه ان هو لاعب كويس، هو اللاعب بيلعب والدنيا تمام، واشرف داري لاعب كبير لكن هو مش محظوظ معانا. ممكن تسوقه وتبيعه بسعر كويس وتجيب بداله صفقة مهاجم اجنبي كويس. بالنسبة بقى لأليو ديانج، أليو ديانج الأهلي تواصل معاه على العرض إن هو 1,500,000 دولار. أليو ديانج جاي له عروض من السعودية ودول الخليج فوق 2 مليون دولار. فأليو ديانج بلغ الوكيل بتاعه وبلغ إدارة النادي الأهلي إن أنا مش هجدد غير بعد أفريقيا. فبنسبة كبيرة ديانج ممكن يرحل عن النادي الأهلي. طبعا أليو ديانج احنا كلنا بنحبه جدا وهو لاعب كويس، ولكن ما نقدرش ان احنا نديله الرقم اللي هو طالبه الكبير ده، واحنا اصلا عندنا لعيبة بديلة. وعلى امثال اللعيبة البديلة في كلام عن حامد حمدان، لان حامد حمدان وكيله صرح وقال ان مفيش تواصل جديد من نادي الزمالك مع ادارة بتروجيت علشان تضم حامد حمدان، واصلا الزمالك عنده ازمات وايقاف قيد وعنده يعني مش هيعرف ان هو يتعاقد دلوقتي مع حامد حمدان. فيعني حامد حمدان موجود في الصورة، ممكن الاهلي يتعاقد معاه في حالة رحل اليو ديانج عن النادي الاهلي. هو لاعب فلسطيني يعامل معاملة اللاعب المحلي، فبالتالي انت جبته وما خدتش مكان اجنبي، فتقدر تضم مهاجم يكون سوبر باذن الله، سواء بقى ابراهيم دياباتي او روبي يور. وكده خلصت حلقتنا، هروح اشرب كوبايه الشاي، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. اشوفكم دايما بافضل صحه وافضل حال. شكرا ليكم، سلام عليكم.